مساء الخير، تحية طيبة من مطبخي أم بنونة، وألف هلا بيكم، نورتوني متابعيني اللي وياي من البداية. ممنونة من عندكم على تعليقاتكم الراقية، والمتابعين اللي جوني هذا الأسبوع ألف هلا بيكم، ومشكورة من عندكم جزيل الشكر، وممنونة منكم ما قصرتوا. وكل بنية تشوف قناتي وتحبها أتمنى تشاركها وصديقاتها وأهلها. أهم الفائدة تعم للجميع، تستفادون فيديوهات، وهم نفس الوقت القناة تكبر بيكم. ألف هلا بيكم. بداية مثل ما شفتوا هاي المقاطع البسيطة شفتوها بالبداية، راح يتكون الفيديو من عدة فقرات. هاي أول فقرة اللي هي هاي أنا نزلتها قبل أسبوع، بس هاي عندي يعني مال أسبوع، بس الفيديو كله يعني مال اليومين هاي الفاتوا، بس هاي الفقرة قبل أسبوع أنا نزلتها لكم. هنا أنا وحفيدتي وجدها أبو بنونة طلعنا ناخذ لفات، نشتري كنا نفتر بالسيارة. هاي قبل أسبوع مثل ما قلت لكم. فهاي حفيدتي دائما كانوا عندنا هي وبتها من نطلع أو فد شي عندنا هي تجي ويانا. أخذناها ويانا وما شاء الله عليها كلش حلوة وكيوت وأسلوبها حلو تجنن. ربي يحفظها ويحفظ أولادكم وأحفادكم إن شاء الله. فاشتريت لها هاي رادتها وإحنا نمشي. أخذنا فلافل وشاورما، طبعا هذا كلش حلو الفلافل ويجنن وسعره جدا مناسب. فطلعنا وهسه أكمل وياكم الفقرات. هنا طبعا مثل ما تشوفون هاي إحنا بيها كان عندي هاي قبل يومين عندي تعزيلة كلش قوية للبيت. غسلت هاي القنفات الطخم الملكي مال الاستقبال غسل جيد، والكوشات غسلتهم، والدواشك فلتتهم طلعتهم بالشمس مالت القنفات، واخذت الوجوه كلها غسلتها بالغسالة، وما شاء الله طلع كلش نظيف كأنه ما جديد. وغسلنا الديوانية ورتبناها وعطرناها وسديناها. هنا أنا وبنتي جينا هنا، طبعا أكثر وحدة هنا اشتغلت بنتي وياي الله يحفظها. فسوت هذا كله دارته وياي. القنفات درناهم غيرنا مكانهم نقلناهم. وهنا التلفزيون أول مرة خليه هنا، صار تقريبا أكثر من 4 أشهر 5 ما دارته ما نقلته يعني، دارته بهاي الجهة. لذلك حتى المكان هنا طبعا هذا هم غيرت، رجعت الميز وخليت هنا كرسي. أنا كل فترة مثل ما تشوفون، والمتابعني وياي من البداية يعرف أنا عيني تمل إذا بقت الحاجة على حالها. لازم كل فترة كل 10 أيام كل أسبوعين أنا أغير ترتيب الصالة، يعني أدور القنفات من مكان لمكان، البلازم أدورها، النباتات أغير مكانهم هيجي. فهنا هذا السير مالت السيار الواير مالت الستلايت طلع صغير، فود الزيت ابني راح جاب لنا قطعة ورتبناها وخليناها صار هسه اشتغل. يعني لأن هذا المكان بعيد عليه الأصلي، لأن هو كنا نخليه إحنا كله بجهة الشباك أو بجهة الثانية. المهم نرجع هنا لهاي الفقرة. أنا ما يصير عندي شغل هواي هيك بالبيت، شو أسوي؟ أسهل أكلة عندي أطلع قطع الدجاج اللي فاصلتهم الفخاذ عن الصدور. الفخاذ بسرعة يستوون ما ياخذون وقت. أنا مسخنة الفرن مالتي وعندي الأفخاذ راح أتبلهم تتبيلة سريعة جدا وبنفس الوقت طيبة جدا وموجودة على قناتي. راح أخلي هنا كزبرة، يعني خليتهم كلهم سوية بالقالب، معجون كزبرة نعناع مجففته أنا بيدي، نوم بصرة بصل ليمون كل شيء، أي شيء أنتم تحبون تخلونه يصير، بابريكا فلفل حار. فراح أخلطهم كلهم وأخليهم بالفرن. راح تطلع عندي أكلة تجنن ولا أروع وكلش حلوة. ونزلتها وياكم هاي التتبيلة موجودة على قناتي، أي واحد يحب يشوف التتبيلة مال الدجاج موجودات على قناتي. صار بهالشكل هذا وطبخت وياه تمن وصار ما شاء الله تبارك الرحمن. هسه الفقرة اللي بعدها هواي بنات سألوني على طريقة الطرشي أو المخلل. أنا منزلته 4 مرات على قناتي وموجودات، وواحد من الفيديوهات واصل ما شاء الله يعني كلش هواي مشاهدات، ما أتذكر 700,000 مشاهدة أو 600,000 مشاهدة ما أتذكر. فعدة فيديوهات موجودة. وهنا هم راح أنزلكم هاي الطريقة مثل ما شفتوا. هنا كان عندي أبو بنونة جايب لنا طرح، باقي المحافظات نسميه عطروزي، إحنا نسميه طرح بالبصرة إذا ما غلطت بالاسم، أعتقد هيك يسمونه. فهنا أنا خليت كمية من الملح ونظفته وغسلته وقطعته وخليته يومين، بس يومين خليته فقط، بس شوية تغير لونه وصارت بيه ملوحة. بعدين نشفته، غسلته ونشفته. وجيت هنا أنا مجففة كزبرة، مجففة نعناع، مجففة كرفس، مجففة بقدونس. فهاي الشغلات كلها بهارات سويت مال طرشي، طحنتها وخليتها. اكو بهارات جاهزة. وخل عندي هنا مال البيت
وإضافة إلى هاي أنا دائما أخلي وأقول لكم كلش يعطي طعم، تمر الهند ودبس الرمان وكجب، هاي الشغلات تعطي طعم للطرشي. الملوحة حسب الذوق مالتكم، انتم مش قد تردون ملوحته، يصير تكثرون ويصير تقللون. تنقعونه يومين قلنا، تخلونه بعدين تنشفونه، تغسلونه وتنشفونه وتخلون هاي الخلطة عليه، وتخلون تمر الهند والخل، الخل مال البيت تقدرون تشترونه إذا يبيعون يمكن مكانات أكو أسواق يعني ينباع بيها، وإذا ماكو تقدرون تستخدمون خل البدوي كلش راقي وطيب. وانتم مجرد راح تخلون هاي التمر الهند، هذا عصرته طبيعي وتمر الهند جاهز هم شكلين خليت له، ودبس الرمان وكجب، وهاي البهارات اللي أنا بيدي مسويتهم، طاحنتهم مجففتهم بالمايكروف وطاحنتهم. هنا خليت له صلصة شطة حارة هم أنا مسويتها، وثوم مهروس، وراح أخلي له الخل يغطي وكبسة مدة تقريبا 7 أيام إلى 6 أيام، يعني أسبوع. بعدها راح يطلع الطرشي ولا أروع، يعني ما يشبع من عنده، يعني طعمه على حار على حموضة، على هاي طعم البهارات اللي مخليتها أنا. تقدرون أنتم هذا تحشونه وتقدرون ما تحشونه، تقدرون تثرمون كرفس تخلونه وثوم وتهرسونه وفلفل حار وهم تذبونه فوقه، ينطي طعم روعة. دائما البنات يسألوني على الطريقة ويقولون إحنا أكو بعضهم يقولون يقطن، يعني بالعامية إحنا نسميه، يعني هذا اللي يصير عليه الأبيض فوق الطرشي. هاي بسبب النظافة، المفروض الإنسان اللي يلمس الطرشي يكون طاهر، والمواد اللي تستخدمينها كلها نظيفة متأكدة من عندها، يعني الأدوات، الشي راح تكبسين بيه الطرشي. ويفضل هو أهم شيء يعني إذا واحد يقدر يسوي كمية كبيرة، إذا عنده شي زجاجيات بعد أفضل. أنا لأن هنا أنا سويته هذا نايلون، بس النوعية مالته جيدة يعني حمزين، يصير تكبسونه بنايلون يعني بلاستيك، ويصير تكبسونه بزجاج. الزجاج أفضل بهواي، بس أنا لأن عندي خبرة بيه فما يصير بيه هاي المادة مالت القطين. هو 7 أيام أنا أفتحه ألقاه ما شاء الله تبارك الله، أخليه بالثلاجة. أهم شي تخلونه بالثلاجة. الطرشي إذا فتحتوه بالصيف ما يصير تخلونه برا، لأن الجو مالتنا كلش حار. بس إذا الجو مالتكم بارد، مثل إذا أنتم مكانكم مكان بارد بالشمال أو كذا أو غير يعني دول، يصير تخلونه برا على الكاونتر بالمطبخ. إحنا بالنسبة لنا أنا هسه بعدين أخليه بحافظات صغار، أو عندي يعني حافظ قزاز زجاج أخليها بالثلاجة، فما راح يطول عندنا يخلص، لذلك هو ما يخرب عندنا. بس إذا واحد يريد يسوي كمية كبيرة رمضان أو كذا، فلازم ينتبه الشغلة النظافة على مود ما يقطن عنده. وأكو مادة إذا تحبون عند العطار تنباع، هي تخلي على أساس الطرش تحافظ عليه، موجودة، بس أنا هسه بدون مادة يعني الحمد لله. فطلع بالنهاية سمعوا وشوفوا هسه القرمشة مالته، انطيت قطعة البنونة وقلت لها ذوقي، خلي يسمعون القرمشة المشاهدين. طلع كلش طيب، فتشي روعة ما شاء الله، واللون ماله يجنن. أعتقد سمعتوا القرمشة مالته كلش راقية وما شاء الله طلع طعمه يجنن، يعني بدون مبالغة. سووه وشوفوا ايش قد راح يطلع طيب، وراح تندعوا وراح تقولوا لي كلش راق الطرشي. أنا هواي بنات سووا الطرشي وحمدوا بيه وانطونا رايهم وعجبهم كلش. وأتمنى إذا وصلتوا لهنا أمانة لا تنسون اللايك وتعليق، ينطيني إيجابية وينطيني اندفاع أستمر وياكم أكثر. خالتكم بنونة وأختكم مع ألف سلامة.